تفتكروا بقى هو احسن عرض ممكن تجيبوه بال100 جنيه؟ السلام عليكم واهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. بصوا انا قعدت حبه كده ادور اشوف ايه هو احسن عرض عامل قيمه كده حلوه لل100 جنيه او يكون في فرق كده كبير حبه بين السعر الحقيقي والسعر اللي موجود في العرض. لقيت حاجات كتير قوي الحقيقه وكان صعب اجيبهم كلهم في حلقه واحده، فجبت بقى كومبو من بافلو برجر وطلبت كمان كومبو من مطعم ويجزو، واخر حاجه بقى عرض غريب جدا من بابا دوله عباره عن 6 سندوتشات شاورما، 3 لحمه و3 فراخ ومعاهم 3 صوصات كمان. فطلبت بقى من الثلاث مطاعم ويلا بينا نبدا باول واحد وصل معانا، بافلو برجر بسعر 100 جنيه. طبعا بقى العرض ده متاح انك تطلبه من الابلكيشن بس، ما ينفعش طبعا من الكول سنتر العادي، وما ينفعش تروح الفرع كده تطلبه وخلاص، لازم عن طريق الابلكيشن عشان تاخد العرض ب 99 جنيه او 100 جنيه يعني. طبعا هو مديك 3 اوبشن في السندوتشات، اللي هو اقل 3 انواع في السندوتشات عنده في المنيو. ممكن تزود 15 جنيه وتاخد سندوتشات اعلى، وممكن تزود 15 جنيه وتخلي الكومبو ده بدل السندوتش 150 جرام تخليه 120 جرام. السندوتش ادي بطاطس حجمها كبير الحقيقه، وادي ازازه الحاجه الساقعه وكفر. بالنسبه كده للباكج يعتبر تمام، بس هو برده كالعاده بافلو في العروض بدل ما يكون عامل عروض ما بيحطلكش بقى كده العلبه اللي فيها الخس والطماطم والخيار بره، لا بيحطها لك جوه في الساندوتش وخلاص. انت يعني طالب عرض وهتتامر يعني. شوف كده البطاطس بصراحه حجمها كبير مش حجم صغير. ندوق كده البطاطس الاول ونقول بسم الله. حلوه بطاطس عاديه جايه سخنه حقيقه وعليها توابل حلوه تمام شغاله. شوف بقى الساندوتش اهم حاجه. طبعا طلبت سندوتش اسمه جرينجي تقريبا يعني ب 150 جنيه، وفي عنده سندوتشين تانيين طبعا زي ما قلت. الفرق بينهم في الحاجات مش كتير قوي يعني، واحد بهلابينو وواحد من غير هلابينو كده يعني. سندوتش الحقيقه حجمه كبير. ساندوتش كده بقى عباره عن طماطم وخس كده وصوص وبصل وقطعه البرجر طبعا، ومن فوق كده صوص الجبنه الشيدر. ريحه الصوص الحقيقه قريبه قوي من البيك تيستي. ندوق بقى كده نقول بسم الله. جامد الحقيقه، طعمه تقريبا مش قريب قوي من البيك تيستي بتاع ماك، بس طبعا بكواليتي انا شايفه بالنسبه لي اعلى الحقيقه. انا جايب قطعه واحده بس حجمها كبير. طبعا طعمه بقى كده البرجر الحقيقه مع صوص الجبنه مع الصوص اللي هم حاطينه كمان اللي هم عاملينه ده حلو قوي. طبعا هو صوص تقريبا تيبيكال بتاع البيك تيستي، مش حاجه غريبه يعني. فكده تمام. انا كده الحقيقه شايف ان الكومبو ده لو انت شخص بتقدر تاكل سندوتش واحد كبير ويشبعك مع البطاطس الكميه دي كلها مع البيبسي او الكوكاكولا يعني، فتمام الحقيقه هيبقى حلو جدا بالنسبه لك. كمان انا اكتشفت بقى حاجه ان هم حاطين هنا برومو كود ممكن تاخد خصم 50 جنيه كمان لو بتطلب من الابلكيشن لاول مره، فده برده حلو ممكن تستخدموه. فكده كومبو 100 من بافلو برجر يخش معانا قائمه تمام. نروح بقى نشوف اللي بعده. ويجزو جبت بقى الحقيقه هنا عرض ب 115 وهقول لكم ليه. بوكس كولا برضه وكاتشب كتير وجلافزات. ده كده اسمه عرض العوامه، عباره عن تشيزي ويجزو ومعاهم قطعه بروست وبطاطس والحاجه الساعه ب 115. في بقى نفس العرض ده بس من غير قطعه البروست ب 85 جنيه. فانا قلت ما جاتش على 30 جنيه نحطها يعني وادوق بالمره البروست عنده شوفوا عامل ازاي، عشان اول مره اجرب ويجزو ده. يلا بينا نشيل بقى الكلام ده كده على جنب. كده شكل البوكس من جوه. شوف البطاطس الاول كده على السريع شغاله زي اي بطاطس زي بتاعه بافلو بالظبط. طبعا هو القطعه اللي حاططها لنا هي قطعه دبوس الحقيقه، فبدات اندم ان انا زودت الحقيقه ال 30 جنيه وجبت دي. فهندوقها كده دي الاول كده ونقول بسم الله. تمام الحقيقه طعمها حلو مش وحش يعني. المشة بتاعتها جميله والتتبيله بتاعتها حلوه قوي، والفراخ نفسها الحقيقه كده من التتبيله تتبيله حلوه ما فيهاش زفاره خالص. انا بس اللي مش عاجبني فيها حجمها ان هي صغيره قوي، لكن الحقيقه كطعم لا هي طعمها حلو مش وحش. شوف بقى اهم حاجه الساندوتش، المفروض ان هو حاجه كبيره كده زي ما شفناها في الصوره. بصراحه الباكج عنده مش الطف حاجه، ورقه عاديه يعني كده. الساندوتش كده بقى من فوق كده عباره عن خس طبعا وطماطم وصوص وقطعه فرايد تشيكن الحقيقه كبيره جدا واثنين موتزاريلا ستيكس من تحت. فتمام نشوف بقى كده الطعم ونقول بسم الله. بصوا الحقيقه هو كساندوتش كده على بعضه يعني مش وحش، هقول لك هي تجربه سيئه، بس انا الحقيقه لا يعني ما ابهرنيش يعني ما خطفنيش كده زي مثلا الساندوتش بتاع بافلو الحقيقه كان عاجبني قوي. لشويه حاجات كده. اول حاجه الحقيقه قطعه الفراخ اللي حاطينها تتبيلتها ضعيفه جدا تقريبا مش موجوده، معموله بدقيق وخلاص كده. هي بتقرمش بس ما فيهاش طعم خالص. الموزاريلا بس ستيكس اللي موجوده ما بتنطش طبعا زي ما انتم شفتوا كده، وما فيهاش طعم خالص برده يعني، تتبيلتها برده ضعيفه جدا. بلس ان الساندوتش نفسه الصوص اللي فيه هو صوص مايونيز يعني، فتحس ان الساندوتش ما فيهوش اي اطعم تخطفك كده او تبهرك او تحس ان انت كده فاهم انت مزجت كده منها، لكن ما يقفلكش يعني عادي. هو هيبقى حلو كبير الحقيقه، حجمه كبير ويشبعك، بس هو الحقيقه لو كان اهتم كده التتبيله شويه او لو كان زود الصوصات او كان حط مثلا صوص جبنه شيدر صوص اي حاجه تنطق الموضوع شويه كان الساندوتش ده الحقيقه يبقى حلو جدا. فانا كده لو انا مثلا هختار رغم ان هم المقارنه طبعا مالهاش علاقه ده لحمه وده فراخ، بس انا لو هتمزج اكتر لو معايا 100 جنيه الحقيقه بين العرضين دول لغايه دلوقتي لا هروح لبافلو الحقيقه، رغم ان هنا الحجم ممكن يكون اكبر شويه. فتمام يلا بينا بقى نشوف اخر عرض انا متحمس ليه جدا وهو بابا دوله. طبعا انا الحقيقه كنت لسه جايب بابا دوله من حلقتين يعني، كنت في مقارنه الشاورما والحقيقه كان عجبني جدا يعني، كان طلع المركز الثاني في الحلقه. لقيت بقى الحقيقه العرض بتاع البوكس اللي هم عاملينه الست سندوتشات ده ب 100 جنيه فخطفني الحقيقه جدا يعني، قلت لا لازم اجيبه في الحلقه دي. فجايب طبعا برده 5 علب كاتشب غير طبعا ال3 صوصات اللي هم حاطينهم. والبوكس بتاعنا بقى ده نفتح كده
ده كده شكل البوكس، عباره بقى عن 3 سندوتشات شامي لحمه وفراخ. نمسك بقى طبعا واحد لحمه واحد فراخ. طبعا السندوتش طبعا حجمه صغير 600 جنيه يعني، بس انا الحقيقه شايفه ان هو عيش صاج عادي مش عيش شامي، حجمه طبعا صغير جدا. انا مش عارف بقى كده لحمه ولا فراخ، فندوق كده ونقول بسم الله الاول. طعم الشاورما الحقيقه كده مش وحش خالص، هي شاورما فراخ طبعا، كميتها الى حد ما الحقيقه مش قليله، مظبوطه يعني، ما تحسش ان هي قليله في بقك وان العيش كتير، لا حلوه يعني الحقيقه مش وحشه ككميه يعني. طعمها الحقيقه بقى كتتبيله وكده لا يعني هقول لك عاديه، مش هقول لك تتبيله جامده قوي واحسن تتبيله شاورما ممكن تكون كلتها في حياتك، لا حلوه يعني بيزك، فيهاش حاجه جامده قوي ولا ان هي وحشه، في المتوسط الحقيقه. نجرب كده مع صوصات. دي توميه، دي توميه سبايسي، دي توميه برضو، نجرب كده مع التوميه. يعني التوميه بتاعته الحقيقه مش وحشه، حلوه شغاله يعني. شوف بقى كده اللحمه، اعتقد ده اللحمه، ندوق كده نقول بسم الله. اللحمه عنده جميله، اللحمه عنده الحقيقه احلى من الفراخ قوي يعني. طعم الحقيقه شاورما اللحمه عنده انا عجباني من المره اللي فاتت الحقيقه. طحينه كده مع الخضار تحسها ان هي شاورما مصري معموله في عيش صاج سوري، عجبتني جدا الحقيقه. نجرب كده طب الاول صوص التوميه الحراق بتاعه ده. حلو، احلى من العاديه كمان. فالحقيقه كده ان هي ككميه يعني او كعرض الحقيقه لا انا شايفه ان هو هنا مش وحش الحقيقه. 6 سندوتشات الحقيقه مش كبار طبعا قوي في الحجم الصغير جدا، بس بيقدموا قيمه الحقيقه حلوه قصاد السعر بتاعه ده، وطبعا يشبعوا يعني شايف ده كده ممكن يشبع يعني. لو واحد اكيل قوي 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 ده هيشبعه جدا، ده ممكن يعني انا بالنسبه لي ده ممكن اشير فيه مع حد كمان. فكده عرض ال 100 جنيه من بابا دولا الحقيقه حلو جدا وارشحه ليكم. ملخص سريع بقى كده الحقيقه في الثلاث عروض اللي جبتهم النهارده انا ما حسيتش ان انا اتكروت جامد يعني، اللهم مثلا حركه السلطه العاديه اللي عند بافلو اللي على طول بيعملها دي، والتتبيله طبعا اللي كانت قليله شويه عند ويجزو، معرفش هو في العادي عنده كده ولا هو عشان عرض بس. لكن الحقيقه في الثلاثه يعني لا الطعم كان حلو مقبول مش وحش، كميتهم الحقيقه كانوا حلوين جدا يشبعوا طبعا اي حد. بس لو هتتكلم انا على ذوق شخصي مثلا يعني، لو انا اكتر حاجه دلوقتي عايز اكلها بعد التصوير الحقيقه لا هو الساندوتش بتاع بافلو يعني في دماغي لغايه دلوقتي، يليهم مثلا بابا دولا يليهم ويجزو، رغم ان الثلاثه طبعا زي ما قلت كده ما يقارنوش ببعض، كل واحد فيهم حاجه يعني. انا بتكلم على الحاجه اللي معلمه في دماغي لغايه دلوقتي ان انا نفسي اروح اكلها على طول بعد التصوير. وبس كده، اكتبوا لي طبعا في الكومنتات لو عجبتكم الحلقه دي وعايزين نكمل في نفس السلسله بتاعتها 100 جنيه، او عايزين نعمل وجبات اقل من 100 جنيه او حتى وجبات شير او اي وجبات تانية اكتر من 100 جنيه. وما تنسوش بقى اللايك والشير، واتمنى تكون حاجه عجبتكم، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.